يعني بجد كده الخلاصة ان انتي بتضحكي على نفسك لو قلتي ان علشان تهتمي ببشرتك لازم يكون معاكي، لازم تجيبي كريم ب3000 جنيه وكل الكلام ده، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة فيديو جديد، بس النهاردة فيديو مختلف بقى. النهاردة هنقعد نتكلم مع بعض شوية عن ازاي نهتم ببشرتنا. خدعونا كتير في فكرة ان احنا لازم علشان نهتم ببشرتنا لازم نستعمل حاجات غالية، والكبس بتاعت الروتين البشرة بتاعتها بتبقى ولا حاجة، وحرفيا بشرتها بتبقى تحفة. وتيجي تبصي على حد تاني مثلا بيستعمل يعني حرفيا منتجات غالية جدا، وعنده بقى روتين الصبح وروتين بالليل، وبشرته بيبقى فيها مشاكل كتير. بصوا يا جماعة، متفقين انه الاهتمام بالنفس، او بعيدا بقى عن الاهتمام بالبشرة، مش محتاج فلوس كتير على قد ما هو محتاج ان احنا نفهم بشرتنا صح، ان احنا نفهم جسمنا صح. طيب بصوا، انا مش دكتورة، يعني انا مش دكتورة ومش طالعة اتكلم يعني ايه كأني فاهمة في كل حاجة. انا الحمد لله عمري ما كان عندي مشاكل في بشرتي، اللي هي المشاكل الكبيرة زي مثلا حبوب او حب الشباب او الكلام ده. الحمد لله انا عمري يعني ما حصل لي كده. بس انا جاي اتكلم عن ازاي فعلا نهتم ببشرتنا باقل التكاليف، ومن غير يعني ما نحس ان احنا، يعني انا حرفيا بدخل مثلا على فيديوز او ريلز على الانستجرام مثلا، تلاقوا مثلا حد يقول لكم ده انتوا لازم مش عارفه روتين البشره بتاعكم غسول مش عارفه ايه ومرطب ايه وسيرم ايه. موضوع ابسط من كده بكتير، وانا جايه ابسط لكم قدام. قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم في اي حاجه، حابه بس ان احنا نفهم نوع بشرتنا ايه الاول. يعني جافه، مختلطه، دهنيه، وكمان في بشره عاديه اللي هي لا بتبقى جافه ولا بتبقى دهنيه ولا بتبقى مختلطه. طيب ازاي اعرف نوع بشرتي؟ عشان تعرفي نوع بشرتك في ستيب كده سهله جدا وبسيطه تعرفك نوع بشرتك ايه. اول حاجه، انت هتقومي من النوم هتغسلي وشك عادي، هتغسلي وشك بغسول خفيف، ما تكتريش غسول، يعني بس كمية بسيطة وتغسلي وشك بيها. بعد كده هتسيبي وشك ساعة من غير ما تحطي عليه لا كريم ولا سيرم ولا تونر ولا اي حاجة. هتسيبي كده وشك غسلتيه خلاص بالغسول، خلاص بقى سيبيه ساعة كاملة. لما تعدي الساعة دي لو لاحظتي ان انت وشك بيقشر وشادد كده، يعني وشك فيه شدة ومقشر، بشرتك جافة. تمام، ودي حاجة احنا بنحسها اصلا. لو انت حسيتي ان التي زون دي بتلمع وبقى وشك جاف، يبقى انت بشرتك مختلطة. لو حسيتي ان وشك كله بيلمع، يبقى بشرتك دهنية. اوكي، طيب لو ما حسيتيش بقى باي حاجة من دي، يبقى انت من البشرة العادية. ولمكم بقى عن نفسي، انا واحدة بشرتي يا جماعة جافة لدرجة يعني انتوا مش متخيلين. يعني انا حرفيا لو نسيت ان انا ارطب وشي مثلا، يعني لو رطبت مثلا بشرتي الصبح ونسيت ارطبها بالليل، مش قادرة اقول لكم يعني انا مهما استعمل في كريمات حرفيا بشرتي جافة جدا. فكل واحد فينا يعني اللي بشرته جافة بيستخدم برودكتس مختلفة عن اللي بشرته دهنية، مختلفة عن اللي بشرته عادية. فلازم احنا نتعامل مع بشرتنا على حسب بشرتنا نوعها ايه. يعني ما تروحيش مثلا تسمعي حد بشرته جافة بيستعمل مثلا غسول كذا فتقومي انتي ماشية وراه، لا، على حسب بشرتك علشان فعلا تلاقي النتيجة اللي ترضيكي. طيب اول حاجة، انا مش طالعة اتكلم عن منتجات، ولا طالعة اقولك استعملي الغسول الفلاني ولا الكريم الفلاني، لان انا لو استعملت حاجة تناسبني مش هتناسبك. فانا عايزة افهمك الحاجة اللي تناسبك انتي، او تعرفي ازاي تجيبي الحاجة المناسبة لبشرتك. يعني كلام مثلا عن حد بشرته جافة زي عندك روتين الصبح وروتين بالليل. روتين الصبح بيبقى عبارة عن انت هتقومي من النوم اكيد هتغسلي وشك بالغسول. طيب نيجي بقى لحتة الغسول دي. استعملي الغسول
لو انت بشرتك جافة استعملي غسول للبشرة الجافة، يكون فيه نسبة مرطبات، علشان فيه غسول حرفيا لما بنستعمله بنحس ان هو السبب في ان بشرتنا جافة. يعني بتحسي كده بعدها ان وشك يعني زي الحجر من كتر ما هو حرفيا بينضف وبيقشر جامد، فده طبعا مش مناسب ليكي. فحاولي انك انت تجيبي غسول يكون فيه نسبة مرطبات، علشان لما تغسلي وشك ما تحسيش انه اصلا الغسول هو السبب في ان بشرتك جاف. اوكي، يبقى دي اول ستيب او اول خطوة اسمها دبل كلينزنج. يعني في ناس بتحتاج ان هي تغسل وشها اكتر من مرة. ليه؟ لان بيبقى فيه احيانا بواقي ميك اب على وشنا، بواقي دهون على وشنا، خصوصا الناس اللي بشرتها دهنية. فدي ناس بتحتاج ان هي تغسل وشها مرتين، في حاجة اسمها نغسل وشنا مرتين يا جماعة. طيب، خطوة ازالة الميك اب دي يمكن هي تكون السبب في مشاكل كتير قوي في بشرتك. يعني لو انتي ما بتشيليش الميك اب كويس، صدقيني يعني مهما عملتي، مهما استعملتي كريمات، مهما غسلتي وشك، حرفيا مشاكل بشرتك مش هتتحل. الا بقى لو انت كان عندك مشكلة طبية ومحتاجة ان انت تروحي للدكتور، يعني دي بقى حاجة كده على جنب. لو انت مثلا عندك حب شباب، عندك حبوب تحت الجلد، دي بقى يعني حاجات تستدعي الدكتور، مش تستدعي ان انت بقى يعني تستخدمي حاجات من نفسك. في حاجات لازم انت تروحي للدكتور عشان هو يديك الحاجة المناسبة، متستعمليش حاجة من نفسك. لو انت عندك مشكلة كبيرة في بشرتك، عندك تصبغات، عندك حب شباب، عندك حبوب تحت الجلد، دي حاجة ملناش دعوة بيها خالص، دي لازم تروحي لدكتور هو اللي يعالجها عشان نبقى متفقين. نغسل وشنا لو احنا بشرتنا دهنية، فالدبل كلينزنج مهم جدا، لان في ناس بيبقى عندها دهون كتير قوي على وشها خصوصا في الصيف. طيب بعد كده غسلنا وشنا خلاص، طبعا المسام بتبقى مفتوحة، فاحنا المفروض نقفلها. ليه لازم نقفل المسام؟ علشان الاوساخ والبكتيريا الموجودة في الجو والتلوث هيدخل بشرتنا فهيأذي بشرتنا. فلازم لما نخلص الستيب بتاعت غسيل وشنا دي، لازم نجيب قطنة كده، اللي هي القطنة اللي احنا بنمسح بيها الميك اب، ونبتدي ان احنا نحط عليها التونر ونمسح وشنا بيها، يعني مسحة خفيفة كده بحيث ان المسام تتقفل بس مش اكتر. طيب في ناس كتيرة جدا بتقول هو لازم يكون عندنا التونر ده، يعني مفيش بديل ليه؟ بصوا يا جماعة، انا سمعت ان مية الورد يعني برضو بتقفل المسام، بس انا جربتها مرة وما حبيتهاش خالص، حسيت ان هي بتطلع حبوب، فمش عارفة يعني ممكن يناسب مع حد تاني، بس انا منصحش بمية الورد. سمعت برضو خطوة التلج، ان التلج لما بتمشيه على وشك برضو بيقفل المسام. يعني حاسة في يعني انواع تونر كتير جدا موجودة برضو في الماركت رخيصة، فمش لازم تجيبي حاجة غالية، بس خطوة التونر مهمة. مهم يعني. بعد اكتشاف عميق انا اكتشفت ان خطوة التونر دي مهمة. يعني انا واحدة من الناس كنت زمان ما بهتمش بيها، بس لا، اهتموا بيها يا جماعة، عشان احنا زي ما قلت لكم بعد ما بنخلص غسيل وشنا المسام بتبقى مفتوحة وبتلم بكتيريا واوساخ، فلازم ان احنا نقفل المسام دي، وكل واحد على حسب البادجت بتاعته. علشان كده انا مش طالعه اتكلم في برودكتس ولا هاتي التونر الفلاني ولا الغسول الفلاني، زي ما قلت لكم. اهم حاجه انك تفهمي نوع بشرتك ايه وتجيبي المناسب ليها. تالت ستيب بقى بعد كده، وهي ستيب الترطيب. والترطيب بقى يعني بصوا، عشان في ناس لسه فاهمه ان الترطيب ده للناس بس اللي بشرتها جافه. ده غلط كبير جدا. اي حد، اي بشرة في الدنيا، حتى لو بشرتك عادية لازم ترطبيها. مفيش حاجة اسمها يعني ان انا اعدي خطوة الترطيب دي. انتي مثلا بشرتك جافة، استخدمي اللي هو المسترايزر، اللي هو بيبقى كريم. ما تستخدميش الجل اللي هو بيكون خفيف على البشرة ده، لا ما تستخدميش الجل، لان الجل طبعا مش هيجيب معاكي نتيجة زي الكريم. فانتي لو بشرتك جافة حاولي انك دايما تروحي للكريمات اللي هي الكريم مش الجل. تمام. طيب الناس اللي بشرتها دهنية مختلطة، هي بتبقى محتاجة مرطب يكون خفيف شوية
على البشرة، اللي هو بيمتص كده وبيبقى مات كده على البشرة. علشان في ناس بتقولك طب انا بحط مرطب ودايما وشي بيبقى مزيت ومدهن، وبالذات في الصيف مع العرق فبيبقى المنظر مش حلو، وحتى لما بتحطه تحت الميك اب نيجي بقى يعني ايه مختصر عشان نختصر الكلام كده وما اطولش عليكم. بعد خطوة الترطيب خطوة السيرم. بصوا يا جماعة، انا شايفة ان خطوة السيرم يعني احنا رطبنا، لو احنا البادجت بتاعتنا تسمح ان احنا نجيب سيرم، يعني لو احنا مثلا عندنا مشكلة معينة في بشرتنا زي مثلا تصبغات، عندنا مثلا بشرتنا عايزين نديها نضارة، جلو لبشرتنا، اوكي مثلا ممكن نستخدم سيرم. بس انا شايفة ان هي خطوة مش اساسية قوي، الا لو احنا عندنا هدف مثلا ان احنا بشرتنا باهتة تعبانة، فالسيرم هيدينا جلو هيدينا نضارة، اوكي. في انواع سيرم كتيرة جدا جدا جدا، فانا ما اقدرش ان انا اقولك غير انه مش خطوة يعني مهمة قوي انك انتي تعمليها الا لو انتي محتاجاها. بعد كده هتيجي خطوة مهمة جدا، ويمكن هي دي يعني عارفين الفيصل بقى في الكلام ده كله. الفيصل دي اسمها فيصل صح؟ بصوا بقى يا جماعة، كل الكلام اللي انا قلته ده كوم، والسان سكرين كوم تاني. بصوا يا جماعة، اهم خطوة يعني وانتي نازلة من بيتك كده بالنهار في الشمس، شتا صيف خريف ربيع، السان سكرين ده لازم وحتما ولابد ان انتي تحطيه على وشك ايا كان بقى. هو بصوا السان سكرين احنا واخدين عنه فكرة غلط، ان احنا بنحطه علشان نحمي بشرتنا من ان هي تغمق، او لا، هو مش بيستعمل كده خالص. هو بيستعمل الشمس بيخرج منها اشعة اليو في اللي بتطلع مضرة جدا جدا للبشرة، فعلشان كده احنا بنحمي بشرتنا من الاشعة دي مش اكتر ولا اقل، لانها اشعة بتضر البشرة وبتعمل فيها مشاكل كتير. فاحنا عشان نتجنب المشاكل دي فاحنا بنحط السان سكرين، نستخدمه علشان يعني نحمي بشرتنا من الغمقان او كده. طبعا بنحمي بشرتنا من التصبغات وكل ده، بس مش هو ده الهدف الاساسي من ان احنا نحط سان سكرين. بتقولك ايه، انا لما باجي احط السان سكرين تحت الميك اب بيبقى شكله مكلكع، بيبقى شكله وحش جدا. بصوا يا جماعة، برضو السان سكرين على حسب نوع بشرتك برضو، عشان كده قلت في اول الفيديو لازم اعرف نوع بشرتي ايه عشان استخدم لها المنتج الصح. زي ما قلت لكم اهم حاجة، ودي تقريبا يعني البيزك روتين اللي احنا لازم كلنا نعمله. اول حاجة الغسول، نغسل وشنا كويس بغسول مناسب، بشرتنا جافة ما نستعملش كلينزر حرفيا يعني قشر بشرتنا، يعني اي كلينزر بيكون فيه نسبة مقشر نبعد عنه لو احنا بشرتنا جافة. تمام، اول حاجة نغسل وشنا كويس. بعد كده طبعا قبل خطوة غسيل الوش دي احنا لازم نتأكد ان بشرتنا ما لهاش ولا نقطة ميك اب، يعني ان احنا نشيل الميك اب من على وشنا، دي خطوة اساسية جدا. بعد كده التونر عشان نقفل المسام، بعد كده الترطيب، بعد كده اخر حاجة السان سكرين. وده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة. طالعة اتكلم معاكم عن حاجات ممكن لسه مثلا في بنت صغيرة بتتفرج عليا عايزة تعرف ايه روتين بشرتها. عشان قبل بس ما اقفل الفيديو الناس هتقولي طب الروتين اللي انتي قلتيه ده روتين صبح وبالليل؟ بس طبعا السان سكرين اكيد مش بالليل. ما ننساش برضو شفايفنا. طيب الناس بقى يعني الكماليات برضو قبل ما اقفل الفيديو، اللي هي بتاعت الشيت ماسك ان احنا نعمل سكراب كل اسبوع والكلام ده. تمام، مفيش مشكلة. في حاجات بنعملها ديلي يعني كل يوم، وفي حاجات بنعملها مرة واحدة في الاسبوع، زي مثلا السكراب ان احنا نقشر بشرتنا. دي خطوة مهمة برضو، بس يعني بلاش قوي للناس اللي بشرتها جافة. يعني لو انت عايزة تعملي سكراب خلي مثلا الخطوة دي مرة واحدة في الشهر. لو انت بشرتك دهنية اوكي مثلا ممكن تعمليها مرة في الاسبوع. يعني الخلاصة من الفيديو، مش لازم
اصرف فلوسي كلها على سكين كير ب10,000 جنيه، وانا الخلاصة في اني افهم بشرتي نوعها ايه، استخدم لها الحاجات المناسبة. وفي حاجات يعني مهمة نعملها كل يوم، وفي حاجات نعملها كل اسبوع ولا كل شهر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.